الأمثلة على ذلك ما ذكره عبد بن عبد الرحيم، وهذا ذكره حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وعبد بن عبد الرحيم هو ناقل وليس هو صاحب القصة. فعبد بن عبد الرحيم ذكر عن رجل كان يجاهد في سبيل الله، ثم بعد ذلك فجأة ما رعى المسلمين إلا وهو مع النصارى، لأنهم كانوا يحاصرون النصارى فذهب إلى النصارى. وسبب هذا أنه رأى بنتا جميلة، قال كيف السبيل إليك؟ قالت أن تتنصر وتأتي إليه. وما رعى المسلمين إلا وقد ذهب وصار في صف الكفار. وبعد فترة التقى المسلمون بالكفار فرعوا، صاح رجل، وهذا الرجل كان يحفظ القرآن الذي تنصر بعد ذلك. خاطبه رجل من المسلمين قال يا فلان ما فعل جهادك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل قرآنك؟ ما فعل قيامك؟ ما فعلت صلاتك؟ قال الرجل في الطرف الآخر قال اعلموا أني نسيت القرآن كله إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وصار لي منهم ولد ومال. ذر للشقاء من رجل مجاهد في سبيل الله كان يحفظ القرآن. لا تستغرب. فهذه لها مقدمات، وينبغي على المسلم وينبغي على طالب العلم باب أحرى وأولى أنه يدعو الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في حديث أنس في سنن الترمذي فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء في البخاري مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. بل كان من أكثر قصب النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب. فينبغي على طالب العلم أن يدعو الله عز وجل